السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا قلت اما اعمل معاكم كده روتين في قلب الشقة بسيط كده. انا كان ابني تعبان، وقلت الحمد لله ربنا شفاه كده. قلت اما اشيل الفرشة بتاعة السراير والسجادة، اطلعها في الشمسة وكمان المخدات والبطاطين طلعتها كمان كده في الشمسة كده عشان تتعقم. وفتحت باب البلكونة كمان عشان الشمس هتدخل في قلب الأوضة وكده، عشان لو في ميكروب في قلب الأوضة وكده يطلع. انا طلعتهم كده في الشمس وسبتهم، وشلت الفرشة بتاعت السراير غسلتها، ونفضت كمان السراير وكنست كمان الأوضة. بس انا قلت ايه، هفرش معاكم بقى السراير وهمسح معاكم بقى الأوضة وكده. وكمان هنضف الأوضة الكبيرة وبقية الشقة كلها هوريها لكم برضو وانا بعد ما نضفتها. بس انا هنضف معاكم بس الايه، الأوضة الكبيرة والأوضة الصغيرة. احنا بس بننام في الأوضة الصغيرة، والأوضة الكبيرة يعني ايه، محدش بيقعد فيها خالص وكده. وانا كمان لز السراير عشان الاولاد الصغيرين وكده، عشان محدش منهم يقع. انا فرشت دلوقتي الملي والمخدات هركبها بقى معاكم. حبايب قلبي، ما تنسوش لي اللايك والاشتراك عشان اوصل لكم كل جديد، فضلا ليس امرا. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو قدمته. انا ما عرفتش ان انا انزل فيديوهات الايام اللي فاتت ديت، يعني من بعد العيد وكده ما عرفتش انزل، عشان كان عمار ابني كان تعبان وكده، وانا كنت معاه دايما، ومش كنت عارفة الصراحة ان انا اصور. قلت بقى ايه، الحمد لله ربنا شفاه كده. قلت اما اعمل فيديو وانزله بقى علشان نرجع بقى مع بعض تاني من اول وجديد. ودعونا كده يا جماعة، ربنا ييسر لنا احوالنا يا رب. انا دلوقتي عملت المخدة الاولانية، ركبت الوش بتاعها، والتانية كده ايه بركب في الوش التاني. انا كمان هجيب البطاطين واطبقها كمان معاك، وانا كمان بصور يا حبايب قلبي. انا كده عملت المخدة التانية اهي، وهحط المخدات الكبيرة دي كمان على السرير، وهجيب البطاطين بقى وايه، وهنمسح بقى الأوضة ونعقمها. تمام كده. انا طلعت ان انا اجيب البطاطين من بره وهطبقهم الاول، وبعدين ايه اظبط المخدات وكده. انا كمان البطاطين التانية التقيلة واللحاف الفايبر غسلتهم وعنتهم في الشنط بقى بتاعتهم، عشان الجو بدأ يدفي وكده. قلت الخفاف دي يكونوا حلوين على الاولاد وكده، عشان ما يعرقوش جامد وياخدوا برد. دول كل يوم انا لازم بطلعهم في قلب البلكونة في الشمسة. انا عندي الشمسة بتيجي في الساعة 11 كده ناحية البلكونة الصغيرة دي. امال البلكونة التانية بحط فيها البطاطين الكبيرة وبغسل فيها وكده، يعني بتاخد حاجتي كلها. بس انا ايه بحب البلكونة ديت علشان سهلة ليا في قلب الأوضة اللي الأولاد بيقعدوا فيها وكده. والشمس بتيجي فيها من الساعة 11 الصراحة بتعقم الشو. كمان لو انا فتحت الشباك بتاع الأوضة دي بيدخل برضو شمس. انا كده انا عملت اول بطانية وتاني بطانية كده ايه بطبقها معاكم. وكمان اني الفوطة دي انا ما بستعملهاش، هفرشها على الكومودينا. علشان ايه؟ الحمد لله ابن عمار لازم يكب مية على الكومودينا كل يوم. قلت ايه هحطها علشان ايه الخشب بتاع الكومودينا ما يحصلش اي حاجة، واسيبها كده ايه على الكومودينا عشان لو وقع مية تشرب المية وكده. انا كده فرشت الاوضه الصغيره، هسيبها بقى اما اروح الاوضه الكبيره. انا دلوقتي روحت الاوضه الكبيره، وعشان المراتب بتاعتي قطن انا بتني المراتب كده، والشمس ايه داخله في قلب الاوضه وكده. تنتها كده نصين، يعني بس بتنها الناحيه دي شويه والناحيه التانية شويه، علشان ايه القطن ما يكونش من حته واطيه وحته عاليه.
وكده انا مسحت الكرسي ده كويس وطلعته كده على المرتبة، وهكنس بقى ايه معاكم كده الأوضة، علشان ما كنتش كنست دي، انا كنت كنست الصغيرة وسبتها، اما دي ما كنستهاش همسح معاكم بقى ايه الأوضتين مع بعض. تمام كده. انا كمان شقتي على الرصيف على طول، التراب عندنا يعني مش بيسيبنا الحمد لله. تمام كده يا حبايبي، انا هخلصها بقى كنيس، وبعدين هجيب بقى الشرشوبة بتاعتنا ايه نمسح بقى الأوضة كده ونعقمها. انا جبت الطبق بتاعنا، حاطه فيه معطر جو، وكمان حاطه فيه كرول وحاطه فيه دوني، علشان ايه من ناحية البلاط يلمع معانا، ومن ناحية كمان ايه بعقم البلاط وكده، علشان الاولاد يعني كانوا تعبانين شوية، وقلت ما امسك بقى الشقة كلها امسحها كده واعقمها، علشان ايه لو في اي حاجة في الشقة مكروبة لاي حاجة، عشان كان الصراحة كان دور جامد جدا جدا للاولاد، هم من 20 رمضان لعند دلوقتي يعني الحمد لله، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. انا كده مسحت الاوضه الكبيره، وقلت كمان امسح الاوضه ايه الصغيره وكده معاكم، وبعدين ايه هنفرش بقى الاوضتين وكده. وانا قلت اما اعمل معاكم بس الاوضتين، وهكمل انا بقيه الشقه وكده، علشان ايه كان عمار كان جنبي يعني وكده، قلت اما امسحها معاكم واروقها كده. تمام كده حبايبي، انا مسحت الناحية التانية، وحبيت ان انا اجيب لكم دي كمان امسحها معاكم، مسحتها كمان اهو. هنسيبها بقى تنشف، وكمان انا هشغل كمان المراوح عشان تنشف معايا بسرعة، عشان افرش بقى. اما اكون انا كده خلصت ايه كل فرش الشقة وكده، هي معايا البلاط نشف، وجبت كده السجاد نفضته كمان الاول في البلكونة وحطيته، وسبت بقى الشراعة بتاعت الشباك برضو تدخل هوا للأوضة وكده خلصتها. وكمان انا فرشت الأوضة الكبيرة وفرشت السجاد، كنت طلعت برضو السجاد في البلكونة الكبيرة برضو يتشمس. ومسحت الأوضة كنت مسحها معاكم، وكمان فرشت السجاد اهوت، والأوضة كده ايه خلاص تمام كده. ايه انا كده خلصت الاوضتين، وخلصت كل الشقة بقى ايه كلها، ما قلت اما اوريكم بعد ما انا خلصت كل الشقة. يعني انا عملت تنظيفة يعني إيه بسرعة، يعني مش تنظيفة عميقة جدا جدا، العميقة دي بقى هشتري السجاد واغسل الستاير وكده، بس لا انا حبيت ان انا انضف الشقة كلها كده. انا كنت عاملة صراحة غسيل السجاد وكل حاجة والستاير وكل حاجة في العيد. تمام كده انا خلصت كده يا حبايبي تنظيف الشقة، وحبيت ان انا اوريكم بعد ما انا خلصت كده، وقولوا لي ايه رايكم في التغيير اللي انا عملته. انا شلت الركنه اللي كانت تحت الشاشه، طلعتها بره في الصاله قطعتين يعني كده، وفرشت الحافظه فوق السجاده، وفرشت كمان ايه سجاده تانية بس عشان تليق على الحافظه وكده. ودي كده الصاله عما طلعت فيها كده الركنه التانية اللي كانت تحت الشاشه، وانا شلت القطعة اللي بتاعت الشاشة اصلا دخلتها اوضه النوم عشان الصالة توسع، واحط كده الركنة بتاعتنا. وكده الفيديو بتاعنا خلص، مع الف سلامة واشوفكم على خير.